انجي خوري تابت وتحجبت مرة جديدة. انجي طلعت ببث مباشر على منصة تيك توك وقالت هذا الحكي: أنا الله أكبرني ونزل علي وشفته لله. يفضح عرضك نزل عليكي وشفتيه بفرد مرة؟ لك الانبياء يلي هن الانبياء ما شافوا رب العالمين ولا سمعوا صوته، ما في غير سيدنا موسى كليم الله هو الوحيد اللي سمع صوت رب العالمين، وما شافه بس سمع صوته. وانجي خوري شافت رب العالمين يا جماعة. أنا شفته نعم، وكان معي رفيقي على التليفون وفرجيته. لا ورفيقك كمان شافه؟ يفضح عرضك. لا انت هيك تخنتيها كثير. الانبياء يلي هن الانبياء رب العالمين كان يبعث لهم وحي من السماء، ملاك من عنده، وانجي خوري شافت رب العالمين هي ورفيقها. وكان معي رفيقي على التليفون وفرجيته المهدي بنور الله. طيب انت هيك حيرتينا معك، مين شفتي رب العالمين ولا المهدي؟ مين بالضبط؟ رح فرجيك هلا كمان لما نزل علي سيدنا محمد. خود بقى صارت شايفة سيدنا محمد كمان، يعني شافت رب العالمين والمهدي وسيدنا محمد. ايه مين كمان شفتي بالله؟ أنا جاي لوصلكم رسالة، أنا اختباري بهاي الدنيا. ونحن كنا مفكرين انه كل الرسل والانبياء كانوا من الرجال، طلعت انجي خوري جايه رسول من عند رب العالمين. يفضح عرضك هذا الكلام سمعانه قبل هالمره. مسيلمة الكذاب، شو بتقرا بمسيلمة الكذاب؟ اكيد انت من احفاده. اول شيء استغفر الله العظيم على الكفر اللي سمعناه وطلع منها. ثاني شيء مين انجي خوري؟ كيف بلشت؟ وين صارت؟ وشو رايي الشخصي بمحتواها؟ انجي بنت سوريه من مواليد 1995، كانت عايشه بلبنان وقلعوها بسبب شغلها بالدعاره، وكانت تنشر فيديوهات بلبس جريء جدا، او اصلا ما كانت تلبس بالمره، وكانت تتقصد تبين مفاتنها، يعني تلبس تفريعات تبين شقفه فخذ من هون، شقفه صدر من هون. وانشهرت على تطبيق تيك توك بالبثوث المباشره وعلى مواقع اباحيه تانية، يقال انها كانت تعرض عليها جسمها مشان تاخذ عليها مصاري، وكانت تحب ادهم النابلسي، وكانت تحكي عنه كثير بفيديوهاتها وتقول انها بتحبه، ووشمت اسمه على صدرها. موت على ضفر اجر ادهم وما بكذب، انا بحبه، انا ما بشوف رجال من بعد ادهم. بتموت على ضفر رجل ادهم. طبعا هاد مستواها الرجلين، هي ما بترتقي لمستوى اعلى من هيك ابدا. وما وقفت هون، اسمعوا شو قالت كمان. ولا بتعرف اذا ادهم نابلسي يتجوزني انا بتحجب وبروح بصلي وبتوب. لمحت له كثير انه هي مستعده تتوب اذا تزوجها، وبعد ما تحجبت اسمعوا شو حكت. حبيت اخبركم انه اليوم كان كتب كتابي، وجوزي ما بيقبل يطلع على السوشيال ميديا معي. هو حدا كتير معروف ومشهور، بس ما بده حدا يعرف بعلاقتنا. يعني يفضح عرضها، ما ضل غير تقول انه ادهم النابلسي خلاص وافق يتجوزني وكتب كتابه علي اليوم. وطبعا هالشي مستحيل يصير، لانه الشيخ ادهم النابلسي مستحيل يعمل هيك شيء. فحبيت اخبركم انه انا رح اختفي عن السوشيال ميديا وما بقى رح تشوفوني ابدا. صراحة مثل رجلي، إن اختفيتي ولا ان ضليتي، بس بتمنى انك تختفي لانه ما بيلزمنا هيك اشكالات على السوشيال ميديا السورية. وبشكر كل العالم اللي دعموني ووقفوا معي وصدقوني انه انا بنت طيبة ونظيفة من جوا. نظيفة من جوا والله ما بعرف، بس من برا انت كتير وسخة ووسختي كتير على السوشيال ميديا، والشي اللي عملتيه ما له مبرر، ولا حدا يقول لي الفقر والحاجة، في 1000 شغلة تشتغلها غير الشي اللي عملته. بقولكن انا كتير مبسوطة بحياتي اني التقيت بالشخص اللي انا بحبه من بعد سنين. مثل ما سمعتوا رجعت تلمح انه هي تزوجت ادهم النابلسي، وهالشي مستحيل يصير. المهم بنرجع لقصة حياة انجي خوري. وقت تحجبت انجي خوري للمرة الاولى قالت انه الله هداها بالبداية، بعدين قالت انها كانت مخطوفة وكانت مجبورة على الشيء اللي عم تعمله. انا كنت مخطوفة. كنت مخطوفة؟ مين خطفك؟ كفارة بدت الشيطان. الكفار، كفار قريش خطفوها، عودة الشيطان. يفضح عيني على هالخرطة اللي خرطتها. لما كنت عم نزل عن ادهم انا كنت تحت التهديد. انا بحياتي ما حكي مع ادهم نابلسي. طيب اوكي، المرة الماضية كنتي مخطوفة وكانوا الكفار خاطفينك وعم يجبروكي تحكي هذا الحكي، هلا ليش عم تلمحي؟ المهم ما علينا، نرجع لقصة حياة انجي خوري. وبعد فترة رجعت شرحت الحجاب وشرحت معه ثيابها، ورجعت المواقع الإباحية، ورجعت تتصور مع ممثلين أفلام إباحية مشهورين بنات وشباب. لا وخوزقوها وسرقوا منها 30,000 دولار. وفجأة اختفت فترة ورجعت تحجبت وحكت الحكي اللي سمعناه بأول الفيديو. وهلا رح أحكي لكم رأيي الشخصي فيها. انجي كان بدها مصاري واختارت أسهل طريق تجيب منه مصاري، بس الحاجة للمصاري مو مبرر ابدا انها تعمل هالشغلات وتعرض حالها على مواقع اباحيه ابدا. كان فيها تشتغل 1000 شغله بالعالم، 1000 شغله، في تشطف دراج، تعزل بيوت، هذا الشغل ابدا مو عيب، بس الشغل اللي اشتغلته كان كتير عيب، وهذا هو العيب بذات نفسه. والمصاري الحرام مثل ما اجت بالحرام بتروح بالحرام، يعني جبتيهم من مواقع اباحيه وسرقوهم منك الممثلين والممثلات اللي كنتي تصوري معهم. وانا غبشت الفيديوهات اللي كانت طالعه فيهم بدون حجاب على امل انها تكون تحجبت والتزمت هالمره عن جد، مو مثل كل مره اثاره جدل. وانا
برأيي اذا الكلام اللي حكيتيه باول الفيديو كان حقيقي وانت شفتي عن جد هذا الشيء، انت لازم تراجعي دكتور نفسي لانه وضعك جدا خطير. اكيد انسانه مثلك ما راح تشوف رب العالمين ولو حتى بالمنام، ولا راح تشوف سيدنا محمد ولا حتى بالمنام حتى. يعني ممكن صدق ايه انه رب العالمين بعت لك تنبيه بمنام، بعت لك تنبيه باي شيء مشان ترجعي لدينك وترجعي تصلي، بس انك تشوفي رب العالمين لا، هذا الشيء مستحيل لانه ما صار مع الانبياء لحتى يصير معك. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الاشعارات لانه هذا اهم شغله. واذا حابيني احكي لكم عن مشهور ثاني اكتبوا لي اسمه بالتعليقات واتركوا الباقي علي. وهلا هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم بفيديو جديد. سلام. انا الله اخبرني ونزل علي وشفته لله. انا شفته نعم، وكان معي رفيقي على التليفون وفرجيته المهدي بنور الله. تقولي لي مواصفات سيدنا المهدي اللي انت قابلتيه؟ نور، رح فرجيك هلا كمان لما نزل علي سيدنا محمد. نور، انا جاي اوصل لكم رساله. انا اختباري بهاي الدنيا انا لكون سمعان بآية ياسين القرآن الحكيم. هاي الآية عني أنا اختباري بهاي الدنيا. عنك انت؟ ياسين والقرآن الحكيم عنك؟ نعم، ورح تعرف عن قريب. هاي، كيفكن؟ حبيت خبركن انه اليوم كان كتب كتابي، وجوزي ما بيقبل يطلع على السوشيال ميديا معي. هو حدا كتير معروف ومشهور بس ما بده حدا يعرف بعلاقتنا. فحبيت خبركن انه انا رح اختفي عن السوشيال ميديا وما بقى رح تشوفوني ابدا. وبشكر كل العالم اللي دعموني ووقفوا معي وصدقوني انه انا بنت طيبة ونظيفة من جوا. وبتشكر كل الناس، وحابة لكم انا كتير مبسوطة بحياتي اني التقيت بالشخص اللي انا بحبه من بعد سنين. وشكرا لكم. هاي، كيفكن؟ حبيت خبركن انه اليوم كان كتب كتابي، وجوزي ما بيقبل يطلع على السوشيال ميديا معي. هو حدا كتير معروف ومشهور بس ما بده حدا يعرف بعلاقتنا. فحبيت خبركن انه انا رح اختفي عن السوشيال ميديا وما بقى رح تشوفوني ابدا. وبشكر كل العالم اللي دعموني ووقفوا معي وصدقوني انه انا بنت طيبة ونظيفة من جوا. وبتشكر كل الناس